السلام عليكم. من بعد ما كتبدا تبان العيوب كيبدا السؤال الحقيقي: واش نقدر نتعايش؟ واش هاد العيوب غير تفاصيل صغيره ولا مؤشرات حمراء كتقول لي حذاري يا اختي حذاري؟ ماشي كل عيب كيعني نهايه، وماشي كل صبر كيعني حب. كاين فرق كبير ما بين القبول وما بين التنازل على راسك باش ترضي الاخر. قبول العيوب كيطلب وعي، مشاعر صديقه، ورغبه من الجوج باش كل واحد يخدم على راسو. ولكن اختي الا كنتي بوحدك اللي كتقبلي، بوحدك اللي كتغفري، بوحدك اللي كتبدلي، راه العلاقه فيها خلل. الحب الحقيقي ماشي اصلاح مستمر، ماشي مشروع ديال تغيير الاخر. كاين توازن ما بين الواقعيه والاحترام المتبادل. ولا كنتي كتغيري غير باش ما تخسريش، ما تنسايش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماشي من واجبك تحملي فوق طاقتك ولا تصبري على شي حاجه كتاذيك باسم الحب. انت عايشو ممكن، ولكن غير الا كان القبول متبادل، الا كان كل واحد واعي براسو وبداكشي اللي خاصو يصلح في راسو. اما الا ما كانش، راه السلام النفسي اولى. هذه كلمه من كلمات نسا في كلام نسا مع وفاء.